عمرك فكرت ان في حاجات كان المفروض تدمرك بس ما حصلتش، او حد كان هيأذيك وفرمل فجأة؟ باب رزق اتفتح قدامك من غير سبب واضح. في حاجات في حياتك بتحصل فجأة، رزق جه من حيث لا تحتسب، نجاة من موقف كنت هتضيع فيه، باب اتقفل وباب تاني اتفتح قدامه على طول. تفتكر ليه؟ مين اشتغل في الخفاء وغير القدر قبل ما يوصل؟ في حد بيغير قدرك من غير ما انت تعرف ولا حتى تحس انها السبب. الدعاء. عارفة الكلمة اللي بتطلع منك وانتي مكسورة او وانتي ساكتة، حتى بتطلع لفوق في السما وبتشتغل في الخفاء، بتهز قدرك، بتغير المواعيد وبتشيل الشر من طريقك قبل ما يوصل. ربنا مش بينسى دعوة قلتيها وانت في قمة ضعفك، ولا سجدة نزلت فيها دمعتك، ولا حتى همسة قلت فيها يا رب حتى من غير صوت. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ربنا ما قالش هفكر ولا هشوف، ده قال استجب. في دعوة اتأخرت علشان توصلك في الوقت الصح، وفي دعوات اترفضت لان كان فيها شر ليكي وانتي مش عارفة، وفي دعوات اتحققت بس على الهادي من غير ما تحسي. ايه هو بقى الشيء اللي بيغير قدرك من غير ما تحسي؟ هو الدعاء. ادعي ادعي وسيبيها على ربنا. اوعي في يوم من الايام توقفي دعاء. الدعاء مش صوت بيطلع، الدعاء رسالة بتطلع من وجعك، بتوصل للسما وبترجع لك بالراحة. ممكن تكوني نسيتي انت دعيتي بايه، بس ربنا منسيش ولا هينسى. يمكن تستجاب بعد ساعة، يمكن بعد سنة، بس لو شفتي شكل الاستجابة يوم ما توصل هتقولي الحمد لله انها اتأخرت. ادعي ادعي حتى لو حسيتي انك مش قادرة تتكلمي. ربنا بيسمع قلبك، بيسمع قلبك قبل لسانك. سيبيها على اللي عمره ما خيب قلب دعاء ابدا. لو قلبك تعبان احكي لربنا، لو نفسك في حاجة اطلبيها منه، ولو مش عارفة تقولي ايه يكفي بس انك تقولي يا رب وهو هيكمل عنك. الدعاء مش محتاج صوت عالي، الدعاء محتاج قلب صادق. سيبيها على الله وصدقيني هتفرحي في الوقت اللي هو شايفه الأنسب لقلبك. نصيحتي ليكي اوعي توقفي دعاء، ادعي بكل اللي نفسك فيه وبكل اللي في قلبك. ربنا سامعك وهيجي الوقت ويستجيب لك فيه. لو الفيديو افادك ياريت ما تبخليش عليا باللايك علشان الفيديو ينتشر ويروح لأي حد محتاجه. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم واقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.